إنها صانعة أمل بقلب مليء بالرجاء والصبر، مدت حبل نجاة للاجئين والمهاجرين ممن يركبون البحر مسلمين أقدارهم للمجهول، تمنحهم طاقة وأمل بحياة جديدة. نتابع. ونحن طلعنا طالعين يعني بتابوت بالبحر، ما عرفانين هيك. 200 نفر، البقية حاليا بتاع 7-8 انفار. Frantic search is going on right now. Only 28 survivors. لا تترك نوال الصوفي هاتفها النقال أبداً، وشاء القدر أن يكون رقم هذه المرأة المقيمة في صقلية الرقم الذي يطلبه عدد كبير من اللاجئين الضائعين في البحر للحصول على المساعدة والإغاثة. كنت دائما أقابل كثير أشخاص كانوا يوصلوا على جزيرة صقلية، فكنت أنا أنزل على محطات القطار وجرب إني أعمل لهم الشيء البسيط اللي بقدر عليه. أخذوا رقم تليفوني، هذا الرقم صار تقريبا بظرف أسبوع انتشر على كل الصفحات على الفيس. الله بسرعة يا نوال، معنا أولاد ومتعذبين قريب يتموا ويقطعوا يمكن حطوا لهم مية يا نوال. أعطيني إحداثيات، أعطيني مكانكم بالبحر. Una lingua con cui si può comunicare. Chiedetegli com'è lo stato dell'imbarcazione. أنا ما بقدر أقول عدد الناس اللي أنقذت. المنقذ بالبحر هو رب العالمين، أنا كنت سبب. تبكي العين وأنت تشبح. أنا حضرت مولود ولد في مركب. وصلنا ندعو الله بس وصلوا لي قاعد يبص الزبات. المركب فيها 400 ولا 500 شخص، مركب كبير. الله أكبر. 700 شخص، احنا قريب من 700 ولا 600 والله فوق طاقنا قاعدين. أنا بتذكر إنه موبايلي كان يرن من الساعة 10 بالليل للساعة 6 الصبح. خلاص وصلت بخير يا عمري، ماشي. ودعني على الباب قال لي ديري بالك على أختي، وسلمني جواله بالباسورد، قال لي تواصلي مع أهلي إذا صار شيء. لما تخلص عمليات الإنقاذ، لما ننزل على المينا ونستقبل، بيكونوا اللي دقوا لنا اليوم اللي قبل، يلي اتصلوا اليوم اللي قبل واللي بعده طالعين من المعسكرات وعم يمشوا بالشوارع. ألف عافية أنسة نوال، وكثر الله خيرك وكثر من أمثالك ويعطيك العافية. نحن والحمد لله وصلنا بخير وسلامة، المرة الجاية أخذنا وأمورنا كلها تمام. وتحية خاصة من شعب حماه ومن جروب أبو عبدو إلك خصنص. صانعة الأمل نوال الصوفي من المغرب إلى المسرح لو سمحتي. عليكم السلام ورحمة الله. نوال، أنت مشهورة بين السوريين، وهذه الشهرة اللي تسوى. واسمك يطلق عليه ماما نوال، والله وحده يجازيكي على الأرواح اللي أنقذتيها. ما في ولا جائزة توفي حق ما فعلتيه لهؤلاء اللي في البحر. الجوال ده لما أول واحد اتصل فيكي كان عندي خيار أنه تغيري رقم التليفون، وهو الخيار الأريح والأسهل وأنت في أوروبا. فإيش خلاك تقرري تخلي الجوال أو ما تعطيه لأحد تاني يتطوع؟ ولماذا سميتي ماما نوال؟
السبب يلي خلاني ما أطفي هذا الجوال صغير كتير رخيص، لأنه ضل معي على فكرة. هذا هو كل عمليات الإنقاذ مرت من هذا. الجوالات الثانية هي للتصوير فقط. هذا الجوال غالي علي كتير لأنه ما بينطفي لو غبت عن بيتي 7 أيام، وإذا شحنته 10 دقائق ممكن ينقذ أرواح كتير بعد رب العالمين. الشيء اللي خلاني أني ما أطفي موبايلي لأنه أنا ما اسمي نوال، أنا اسمي ياسمين، علاء، براء، مصطفى، محمد. أنا كل الناس يلي ما قدرت إنه توصل على شط البحر عايشة. أنا كل الناس يلي ضلوا بأعماق البحر الأبيض المتوسط. فكانت مسؤولية كتير كبيرة، فأنا ما طفيت هذا الرقم. كلمة ماما نوال إلها كذا سبب، واحد منهم هو الإحساس يلي بيكون موجود بقلبي باللحظة اللي بيتصل فيني حدا من البحر. بحس إنه عن جد هو جزء مني. بحس إنه اللحظة اللي عم يتصل فيني هي اللحظة اللي مثل لما بتكون عم تتوجع وعم تدق لحدا مشان تروح للمشفى إسعاف. اللحظة اللي بتبين البارجة، هاي اللحظة هي لحظة الولادة، اللحظة اللي بيبين ضوء البارجة. ولما المهاجرين بيقولوا لي يا نوال، عفواً يا ماما نوال، صرنا بأمان، شفنا البارجة، هاي اللحظة بتسوى الدنيا كلياتها. والسبب الثاني لكلمة ماما نوال، أنا بنت عربية شابة ومسلمة. كلمة ماما نوال تخلق حاجز للحب القوي يلي موجود بيني وبين الناس اللي بيستقبل كل يوم. تفضل نوال. الله يسعدنا عليك. انت واللي مرقوا قبلك الحقيقه يعني خليتيني انا احس قد ايه تافه، قد ايه حياتي تافهه، وقد ايه اللي عم بعمله تافه الحقيقه. بدي هنيكي. عندي سؤال. سؤال لإلك. احكي لي قصة أول تليفون بالتفصيل. احكي لي قصة أول تليفون وصلك. توجهي للجمهور بليز. السلام عليكم. أول تليفون بيشبه كتير مكالمات توصلني كل يوم. مضمونه هو نحن عم نغرق، في معنا أطفال، في نساء، الموج عالي يا نوال، هون ما في بوارج، ما عم نشوف حدا، مشان الله الحقينا المي موجودة بالمركب، نحن عم نجرب إنه نطلع المي من المركب لبرا، بس ما بعرف إذا حتوصل بارجة الإنقاذ لعنا وحنكون لساتنا أحياء. مكالمة مثل هاي قادرة إنه تغير حياة أي إنسان. غيرت حياتي أول يوم لما وصلت على موبايلي. من هذاك اليوم قررت إنه هذا الموبايل يصير جزء من حياتي. لما بنام بالليل بربطه بإيدي أو بربطه جنبي، بيرج كتير، ممكن يفيق إذا كان محطوط على طاولة، ممكن يفيق البيت كله، وإذا كان فيه صوت ممكن يفيق أخي الصغير اللي كان صغير، يفيق بالغرفة اللي جنبي ويقول لي نوال لك بدنا ننام، في عالم عم تغرق. مرة أثناء عملية إنقاذ قال لي بدي نام، طلعت فيه هيك قام سكت قال لي نوال عن جد أنا آسف. هذا الأخ اللي قال لي بده ينام هو مثل كل الأطفال يلي كانوا بمركب بدهم يناموا، تركوا بلدهم يلي كانت ولساتها تحت القصف على أمل إنه يناموا. في ناس عم تحلم إنه تروح على تخت وتنام بدون ما تسمع صوت القذائف. فأنا عم أتعامل مع ناس أموات وليس أحياء. فالتعامل مع شخص فاقد حياته ببلده وفاقد حياته بالبحر هو مثل إنك تجرب إنك تزرع أمل بعيون شخص مات. فلما بتزرع هذا الأمل
بتوصل رسالة قوية جدا، وهاي الرسالة والحمد لله وصلت لكتير شباب من جيلي قابلوني وكفوا المشوار مثل الشيء اللي أنا عم ساويه كل يوم، وموجودين بأوروبا بكتير دول.